عمرك شفت شوارع مكيفة في قلب أوروبا والتكييفات فيها ببلاش؟ قبل ما نقول لك الفكرة وأوريك إزاي، يا صباح الفل أو يا مساء الفل حسب ما هتشوف الفيديو. التكييفات اللي احنا بنتكلم عليها إيه؟ هنا درجات الحرارة فعلا في الصيف يا جماعة بقت مرتفعة جدا، والناس هنا في أوروبا مش متعودة على درجات الحرارة العالية. هم ممكن يكونوا متعودين على الشتاء ولكن مش متعودين على درجات الحرارة العالية اللي أنت بتشوفها لاول مره في الصيف هنا. زي ما انتم شايفين هم عملوا افكار يبقى في تكييفات مفتوحه برذاذ الميه، والميه بتطلع من الارض بحيث ان الناس فعلا لما بتكون حرانه تقف تحت رذاذ الميه ده ترتب على نفسها، او الاطفال تقف تحت الحنفيات بتاعه الميه اللي بتطلع من الارض تلعب وترتب على نفسها. حتى حنفيات الميه بقت منتشره في الشوارع كتير، والفكره بتاعه التكييفات برذاذ الميه دي هتلاقيها منتشره في كل انحاء اوروبا وفي النمسا بالاخص، عشان الناس فعلا ما بقدرتش تقدر تجابه او تواجه فكره درجات الحراره المرتفعه في الشوارع، وكمان البيوت ما فيش فيها تكييفات. فالناس بتنزل حتى لو اشترت حاجتها او قاعده بتقعد في الشارع شويه بتقف تحت رذاذ الميه ده، تكييفات مائيه وببلاش. اديك خدت فكره عامه كده عشان لو جيت النمسا او حبيت تيجي النمسا زياره اديك شفت الفكره عامله ازاي. سلام.